عسلامة، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله الكل تكونوا بخير. مرحبا بكم مرة أخرى في دبارة من دبارات سيدي رمضان. كما تشوفوا لهنا اليوم باش نعملوا طبق شوية دسم وفي نفس الوقت صحي. دبرتنا لليوم السمك الفيليه، كما تشوفوا خذيتوا قطع هنا حاضرين منظفين أمورهم مريقلة. عندي لهنا البروكلو، باش نعمل البروكلو سفنارية وبطاطا مفورين، حاجة صحية باش نعمل بهم سلطة. عندنا لهنا الطماطم، هي تعوض الطماطم الكعب تقريبا نفس تكستور معناتها كيف تترحى. عندنا البصل هنا اللي بطبيعة باش نزينو بيه البلا متاعنا. البصل الربعي زاد اللي باش نعملو بيه الصوص اللي باش نعملوها الشرمولة مع السمك متاعنا. الثوم ابقاو معايا باش نوريكم المراحل بالتفصيل، وباش نوريكم زاد البصل هذا شنو باش نعملو بيه، والتفويحه بالطبيعه نتاع البلان تاعنا لليوم. بالنسبه للخضره لهنا انا باش نحيلها القشره نتاعها كما تشوفوا لهنا، جوست معناتها تسميحه معناتها صغيره كما تشوفوا الكلهم باش نكملهم بنفس الطريقه. فوالا نفس الشيء باش نعملوه للبطاطا والبصل والسفنارية باش ما نطولش عليكم الفيديو. الخضره متاعي بعد كملت قصيتها عندي لها طنجره باش نحط في منها الكسكاس، وباش نحط الخضره البطاطا. انا باش نحطهم بمراحل بالطبيعه، خاطر كما تعرفوا فما خضره تجيب الاولى فما الخضره تجيب من بعد معناتها كاسحه شويه. عندي لهنا من الاول ما ذكرتش شويه جلبانه، شويه مش برشا، وعندي زاده كيف ديجا هي جلبانه كونجولي. عندي شويه لوبيا خضراء زاده كيف مش برشا، ماذا بينا ما نكثروش باش ما خاطر مع البروكلو الواحد معناتها المعده من بعد تنفخ ويتقلق الواحد شويه، ماذا بكم شويه وبرا. فوالا لهنا عندي هذوما تو باش نحطهم باش نملحهم جوست شويه. التمليحه ضروريه لهنا باش ما تجيش معناتها من بعدها الماكله من بعد ماسطه، وباش نملحهم بالطبيعه زاده وقت نعملهم سوتيه من بعد. فوالا لهنا باش نحطهم يفوروا مدة هكاك معناتها 5 دقائق 6 دقائق، ومن بعد باش نزيدهم في اخر مرحلة البروكلو الاخضر كما تشوفوا. من بعد ما نظفته وغسلته مرتين باش نحي منه التراب، معناتها نظفته بالكدا هذا باش نحطه في الاخر باش ما يذبالش، خاطر اذا كان نحطه من الاول يذبال. فوالا هذه الطريقة بالنسبة للتفوير. انا عندي لهنا شوية كرافس، الكرافس اللي يبيعوها لهنا معروفه في المانيا، تكون طويله بالحق وحلوه بنينه على الاخر. جربوها والله انا ساعات ناكلها حتى من غير معناتها ما نطيبها في الشوربه ولا في اي حاجه، ياسر بنينه وياسر حلوه. فوالا هذا بالنسبه مره اخرى للتفوير. بالنسبة للتتبيلة متاع الحوت عندي هنا شوية ملح، شوية تابل، وشوية فلفل أحمر، كل حاجة منها شوية مغرفة صغيرة ولا أقل شوية كمون. هنا باش نزيدها شوية ماء، شوية مش برشا، مغرفتين، وشوية زيت. فوالا ونزيدها شوية ثوم مرحي والا ثوم فرشك اللي موجود عندك بالطبيعه. هذا نوع من انواع التوابل اللي نعملهم في الحوت، فما انواع اخرين ان شاء الله مره اخرى نوريكم برشا طرق وبرشا تتبيلات نجموا نفوحوا بها الحوت نتاعنا. نعاودوا نعملوا تمليحه صغيره للحوت نتاعنا. وعندنا هنا الصوص باش نوزعوها بشويه عجيهتين، بعبارة أخرى ندهنوها الفيليه معناتها ندهنوه كله عجيهتين بالباهي. نجمو نستعملو حتى يجينا لهنا في الحالة هذه باش معناتها المكونات الكل ولا التوابل الكل تدخل معنا في وسط الحوت من داخل. هاكا لهنا باش نعملوها عجيهتين بيصيرش نعاونو بيجينا. الجهة الأخرى زاده كيف ونكملهم الكل بنفس الطريقة.
فوالا ريحه بالحق، من بعد ريحه فاوحه وبنه بالحق تعطيها للحوت. التتبيله هذه بنه ماهيش عاديه بالحق. لهنا من بعد لكن تبلنا القطع نتاع الفيلي، عندنا شويه زيت زيتونه كما تشوفوا، باش نحطوا له شويه ثوم باش نحضروا الصوص نتاع او الشرموله الخفيفه نتاع السمك نتاعنا. فوالا هنا جوست معناتها باش نعملوا لها تقليه صغيره دوب ما يتقلى شويه. نحطوا له الطماطم، كميه نتاع فنجان نتاع طماطم. فوالا لهنا فنجان نتاع قهوه القياس، يعني كل واحد بالطبيعه والكونتيتي اللي يحبها. لهنا باش نخليها معناتها زاده كيف تتقلى شويه طماطم. انا باش نزيدها البصل. يقول قايل هنا علاش مانيش باش نحط البصل نقليه من الاول، انا ما نحبوش يذبال، جوست معناتها باش نقلي الطماطم ومن بعد نحط البصل يتيبس شويه زاده في عقله. دوب لهنا ما تقلت الطماطم باش نحط شويه ملح باش نملحها شويه، باش نحط لها توا البصل الربعي اللي سبق وريتهوكم، قصيده طريفات صغار باش نخليه لهنا مع زاده كيف يتقلى مع الطماطم شويه. هنا راه تنجم تزيد شويه معجنوس اذا تحب، ولا اذا عندك بالطبيعه هي يكفي انها معناتها تزود لها شويه بصل وثوم تجي بنينه. عندي لهنا شويه فلفل احمر، شويه مش برشا، قدر مغرفه صغيره ولا اقل. لهنا باش نحط شويه تابل وكرويه، وباش نزيد شويه كمون. نعرفوا اللي الصوص تاع الحوت تحب برشا الكمون، والتفويحه زاد نتاع الحوت في حد ذاته يحب الكمون. ولا هذه باش نقص عليها على الاخر وباش نخليها تطيب في عقلها باش تنحى منها مطعم الخروسيه. فوالا الصوص نتاعنا هنا كما تشوفوا كملنا طيبناها جوست هكا باش نعملوا لها شويه ماء، باش نحلوها بشويه ماء ما نخلوهاش جامده، نخلوها دقيقتين اخرين 3 دقائق ونطفيها عليها بالطبيعه وتكون بالطبيعه الصوص جاهز للتقديم. فوالا بالنسبه للبصل اللي سبق وقلت لكم عليه من الاول، فوالا انا قصيته لهنا معناتها قص كما تشوفوا نص روندلات صغيرين. فوالا هذوما توا باش نحط لهم شويه فرينه مش برشا، شويه مغرفه فرينه وشويه ملح وفلفل اكحل كما تشوفوا، باش نحط زيادة كيف هنا شويه فلفل اكحل باش نخلطها مع بعضها بالطريقه هذه. نحاول الماكسيموم ان نحلوا معناتها الشرائح هذه ونخلطها بالباهي مع بعضها حتى لين تتمازج المكونات كلها، الفرينه والملح والفلفل الاكحل مع بعضهم. ولهنا في مقله فيها زيت غزير باش نحطوا معناتها البصل نتاعنا يتقلى شويه حتى يتبدل لونه ويولي لونه ذهبي. مهم جدا انه الزيت يكون هنا غزير مش زيت شويه يعني. من بعد كملنا قلينا البصل جا دور الحوت لهنا القطع او الفيلي نتاع السمك كما تشوفوا لهنا، باش نغطسهم شويه في الفرينه وباش نحطهم بالطبيعه يتقلوا في الزيت. انا لهنا استعملت الزيت نتاع البصل، زدت عليه شويه ما نفهمش علاش باش نلوحه ومنها يكون فاوح، وبطبيعتي نجم نقلي به مره اخرى السمك كما تشوفوا. راهو الحوت هذا زاد تنجم تعملوا في الفور، انا عندي زاد برشا طرق في الفور ان شاء الله نوريهم لكم. نطيبهم بالطبيعه على جهتين ونكملهم الكل بنفس الطريقه ونوريكم بالطبيعه النتيجه النهائيه نتاع البلان تاعنا اليوم. الخضره نتاعنا من بعد لفورناها عندي هنا مقله باش نحط فيها شويه
زبده. لهنا الخضره نتاعنا باش نعملها سوتي، تحب تحط زيت زيتونه، تحب زيت معناتها تحب الزبده كيما تحب انت، معناتها كل واحد وذوقه، كل واحد شنو يحب ياكل. اما نعرفوا لي الزبده وزيت الزيتونه ياسر صحيين، هذاك علاش باش نستعملوا الزبده ولا زيت الزيتونه. ونحطوا لها الخضره نتاعنا اللي سبق ومعناتها وطيبناها، ونحركوها شويه في الزبده. اذا كان حاسين انها ناقصه نزيدوها زبده ولا زيت زيتونه. انا لهنا باش نزيدها شويه زيت زيتونه، وباش نحط لها شويه فلفل اكحل. اذا عندك معدنوس شايح ولا معدنوس فريش زاده تنجم تعمل شويه. عندي لهنا الملح باش نعدل لها الملح نتاعها شويه. وعندي العصره نتاع القارص هذه مغرفه ولا مغرفتين سيترون، بالحق هذه تزيدها بنه على بنه. فوالا نكملوا جوست هكا نسيتهم شويه، مش برشا، جوست معناتها متخلط معناتها الفحات مع بعضها، مش برشا، جوست معناتها متخلط الفحات كلها مع بعضها. فوالا فينا الطبق الرئيسي نتاعنا كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله كملناه. معناتها الفيلي نتاع الحوت ما شاء الله كما تشوفوا طايب في حقه. عندنا لهنا السلاطه نتاع السلاطه نتاع الخضره الصحيه كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله مفوحه ومعدله. عندنا البصل هنا كما تشوفوا البصل مقرمش، ما نحكي لكمش على البنه والقرميشه، سبق وعملته معاكم مره قبل. هنا البروكلو انا ما حبيتش نحطه معاهم، جوست نحب نخليه كيف ما هو منظر ومزيان. وفي نفس الوقت عملت له عصره قارص وشويه زيت وملح. فوالا كما تشوفوا. في البلا برينسيبال او الطبق الرئيسي عندنا زيد كيف البومس فريت، هذه البطاطا قليناها مع الحوت بالطبيعه، وللصغيرات يحبوا برشا البطاطا مع الحوت. بالنسبه للصوص هكا زاده حضرت ومعدله زاده كيف في الفحم تاعها والمذاق. جوست باش نعمل لها رشه صغيره نتاع بصل من اللي خليتهم شويه من اللي خليتهم. فوالا نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله تكون الدباره عجبتكم. بالطبيعه باش نتعدوا ونكملوا بقيه المراحل تاع دبارتنا لليوم. بالنسبه للشوربه انا اخترت اليوم باش نعمل دويده او شعيريه جاريه كما تشوفوا. لهنا حطيت شويه زيت، ماذا بكم الزيت ما تحطوش برشا، مغرفه ما اكثرش من مغرفه كبيره، راهم بعد الزيت يبدا مركرك من فوق مش باهي، يعمل حتى قلق في المعده واحنا صايمين. عندنا لهنا البصل حطيت مغرفه صغيره نتاع ثوم، شويه ملح بالطبيعه حسب الرغبه، باش نخليهم شويه مع بعضهم. بعد تقلى البصل والثوم باش نزيد مغرفه صغيره طماطم والا نص مغرفه كبيره. انا باش نعمل كميه نتاع 3 من الناس مش برشا، بما انه عندي الشوربه الجيري نتاعنا شوربه الشعير، دونك باش نعمل شويه. هنا باش نمرقها شويه كيف هكا باش ما تشدش في الطنجره. بعد بالطبيعه ما نخلوه طماطم بالباهي حتى نحملها مطعم مقروصيه كما تشوفوا. توا باش نمرقها مره واحده. فوالا كما تشوفوا. يقول قائل هنا علاش الشوربه ما فيهش اللحم، انا اللحم مانيش باش نحطه من توا، عندي طريقه اخرى. ابقاو معايا باش تشوفوا كيفاش باش نعملوا في الاخر اللحم في الدويده نتاعنا. نكملوا لهنا نفوحوها مره واحده، نص مغرفه صغيره فلفل احمر ومغرفه صغيره تابل وكرويه، ولهنا عندي شويه كركم، شويه كركم تبديل اللون وتبديل مطعم زاد كيف باش نحركها ونخليها حتى لين تغلي. لهنا دوب ما نشوفها معناتها بدات تغلي. عندي لهنا شويه شعيريه كما تشوفوا تقريبا 3-4 مغارف لهنا. هو تقريبا كيف الميزان نتاع الشوربه نتاعنا شوربه الشعير. من هنا نجمو نزيدو مغارفه زايده ونعرفوا لي هذه معناتها بعد تتنفخ في الماء وتبذر باش نحطها فوالا لهنا كما تشوفوا. ونعدل لها الحراره نتاعها بشويه فلفل اكحل.
فوالا نحركوها شويه باش ما تشدش، ونغطيها بطبيعه ونخليها تجيب على نار هاديه لمده 20 دقيقه. سا ديبون بطبيعه كل واحد والغاز نتاعو. فوالا هنا في الاثناء الشوربه نتاعي تجيب عندي شويه اللحم نتاع الدجاج، صدر نتاع الدجاج ولا صدر نتاع داند كيما تحبوا، قصيتو طريفات صغيرين. باش نعملوا شويه الملح بطبيعه تملح حسب الرغبه، شويه فلفل اكحل. انا في العاده نعمل سكنجبير، المره هذه ما عنديش سكنجبير، ياسر يبنن سكنجبير او الزنجبيل كيما معناتها نسموه باللغه العربيه. عندنا لهنا شويه ثوم بودر، نجم تعمل ثوم فريشك باش نخلطهم مع بعضهم. انا لهنا مانيش باش نحط كيما قلت لكم من الاول، مانيش باش نحط اللحم من الاول، جوست باش نفوحوا تفويحه باهيه. نجم نزيدوا زاده كيف شويه تابلو كرويه، اما هي الشربه بطبيعتها مفوحه. وهنا من بعد ما فوحتهم في مقله سخونه باش نحطهم شويه زيت، بطبيعه فيها شويه زيت المقله، باش نحط الكل نقليهم شويه على النار. بالحق الفكره هذه ننصحكم تجربوها، راهي بالحق فكره ياسر معناتها ناجحه، وياسر تبان لنا الشوربه. تعود باش تحط الشوربه من الاول، معناتها بليتو تعود باش تحط اللحم معناتها من الاول في الشوربه، دونك تقليه كيف هكا. الزيت نتاعو تصبوا، ما تكثرش الزيت في الشوربه، تصبوا بالزيت نتاعو، والا حتى الزيت نتاعو تخليه المره اخرى، هو ديجا مش برشا مغرفتين 3 كيف تعمل شوربه اخرى تفوح بيه، يكون الزيت فاوح باللحم. ولا نكملوا نطيبوهم حتى لين يتبدل لونهم. انا هنا يظهر لي باش نزيدهم شويه كركم، شويه بركه مش برشا، شويه تابل جوست معناتها تبديل اللون. راهو هو حتى من غير ما تفوحهم بالتفويحه هذه ياسر يفوح معناتها الثوم بالطبيعه والملح. ولا كيما تشوفوا هنا باش نخليهم مده دقيقتين 5 دقائق حتى لين يطيب اللحم شويه. ولهنا وقت اللي نتاكدوا انه الدويده معناتها تقريبا طابت كيما تشوفوا، لهنا ماذا بيك نحطوها جاريه شويه باش لو طون اللي تبقى فيه معناتها وتبرد شويه تجمد. هي ما كنت تعرفوا يعني تجمد الشوربه، اي انواع نتاع شوربه تعملوا تهبطوا من بعد تخلي ساعه ساعتين معناتها التكستير نتاعهم بعد تجمد شويه، دونك هبطوه معناتها جاريه هكا. باش نحط لها توا هنا اللحم اللي سبق وقليته. ماذا بيكم بالنسبه للحم يا تحطوه كيف ما توا، والا تحطوه كيما نقولوا من بعد وقت لين كي تسربوا معناتها الشربه، تنجم تحط هكا شويه زيت من الزيت اللي عملته، يزيدها بنه على بنه. فوالا كيما تشوفوا حاجه بالحق مزيانه، جربوها بالحق باش تدعوا لي، باش ترحموا على والديا كيف تجربوها وتنجح معاكم، خاصه كي تكون انت مفوح الشوربه بزايد ثوم تجيكم بنينه على الاخر وبطريقه بالحق مزيانه وتشهي بالحق. وهكا نكونوا كملنا الشوربه نتاعنا، نودكم ولا نشهيكم نكملوا بقيه المراحل نتاع الدباره. بالطبيعه من بعد شقها الفطر ما تحلى السهريه كان بحاجه حلوه، دونك هنا باش معناتها فضلت انا باش نعمل بسبوسه ولا هريسه تونسيه، معناتها هي تختلف شويه معناتها في المكونات، اما تقريبا النتيجه هي. اما الجو بطبيعه الجو نتاع الهريسه التونسيه بطبيعه حاجه اخرى. لهنا عندي كعبه اعظم باش نحطها اول مره، باش نزيد مغارفتين الى 3 مغارف سكر، بطبيعه الشحور بطبيعه باش يحلاها، نجم حتى السكر ونستغنيو عليه. باش نزيد شويه ملح، رشه صغيره ملح، باش نزيدهم زاده مغرفتين ياغورت. بالنسبه هنا للياغورت اذا ما عندكش ياغورت من غير ما تكلف روحك تنجم تعمل نص كيس حليب ولا ربع كيس حليب، حنا نحبوها مع حاجه دياري بمكونات موجوده عندنا في الدار. عندنا هنا قبلي صغير نص كيس زيت. فوالا هنا باش نعمل قطره صغيره نتاع اللوز، روح اللوز. فوالا باش نخلطهم مع بعضهم. انا نسيت لهنا باش نزيد السكر الفانيل.
فوالا خلطهم بالباهي مع بعضهم. تو من بعد لخلطهم انا عندي لهنا 250 جرام سميد متوسط ومغرفه صغيره خميره جاتو باش نصبهم بشويه. نجمو نسحقهم الكل كيما نجمو نستحقوا معناتها الكميه، معناتها نخليو منها شويه باش نخلط بشويه ونشوف. نحب معناتها حتى اني نتحصل التكستور معناتها نحبها مازالت ناقصه شويه، دونك نجمو نزيدوها شويه الاخرين. خلطوا بشويه عينا ميزاننا. وهذه التكستور تحصلنا عليها من بعد ما خلطناها. كما تشوفوا التكستور نتاعها شاده روحها كلي مبسه هكا شويه، حتى كي تجي سايله معناتها اقل شويه باهي جوست معناتها اللمن نتاعها باش تجينا معناتها كعبه متماسكه معناتها شاده روحها. فوالا توا باش نحطوها في بلاتو بيركس. البلاتو بيركس من الحجم المتوسط، دهنتو بالزيت، تنجموا تدهنوا بالزبده بالمارغرين باللي تحب، ونوزعوها بشويه على الطبق. انا من النوع اللي نحب نبل ايدي بالماء باش تجي معناتها باش تجيني متساويه، ونوزعها بشويه بشويه ونسمعها. فوالا اذا عندك اسباتول هذه او اي سباتول عندك تنجم تسمعها بالباهي باش تجي متساويه. فوالا كما تشوفوا باش معناتها لي كوتي كلهم نعملوهم معناتها متساويين. فوالا تو ما بقالنا كان باش نحطوها على درجه حراره 180 درجه في فور سخون يكون مسخن مسبقا مده 20-30 دقيقه. اما انا عندي اسيوس صغير، من المستحسن انكم الهريسه ولا الباط نتاع الهريسه ولا البسبوسه تخلوها على الاقل ساعه معناتها حتى اللي تخمر. يا ريت هي معناتها النيفو نتاعها باع على الاخر، شوف كيفاش معناتها واطي على الاخر. انت كي تزيد تحطها معناتها تخمر، تزيد تنفج شويه معناتها ما حطيتها في الفور تجيك البسبوسه معناتها اللي تحبها. فوالا الهريسه نتاعنا حضرت كما تشوفوا. بسم الله ما شاء الله، نودكم ولا نشهيكم بالحق ريحه روح اللوز فاوحه بسم الله ما شاء الله. عندي انا لهنا شحور هذا اللي باش نسقي به البسبوسه. بالنسبه لهنا استيوس صغير، البسبوسه راهي بارده والشحور سخون، والعكس بالعكس اذا كان معناتها البسبوسه سخونه من المستحسن دوب ما تخرج معناتها ديريكت تحط لها شحور بارد. فوالا هذا معناتها استيوس مهم معناتها باش تنجح البسبوسه. بالنسبه للشحور انا عملت كيس سكر على 2 كيسان ماء. الشحور لازم يكون خفيف على الاخر. هنا كما تشوفوا الوحده مازالت معناتها تشرب، دونك نكملوا لها يعني نزيدوا الشحور بشويه بشويه حتى اللين معناتها نشوفوا اني معناتها البسبوسه او الهريسه ما عادش تقبل الشحور بالكل. انتر هي تتشرب، نجم نقصها ولا نقصها من بعد كي تبرد كما تحبوا. فوالا نقصها بطريقه متساويه. كما تشوفوا انا نجم نزيد نكمل نشوفها هنا. كما تشوفوا معناتها تعوم في الماء نتاعها. نستنوها شويه دو بريفيرونس، نستنوها شويه معناتها كل مره 5 دقائق 10 دقائق نشوف وقت تشرب نزيدو حتى لين نكملوا الشحور. البسبوسه نتاعنا او الهريسه كما تشوفوا كملتها. شوفوا ليك المنظر بالحق مع الذوق بالحق حاجه بنينه وحاجه مشتهيه في رمضان. فوالا هذه دبارتنا لليوم، دبارت سيدي رمضان. عملناها متنوعه كما تشوفوا، من لونطري من البلا برانسيبال من الشوربه للديسير. واخر دعوانا اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هذه انا تعلمتها وعلمتها لولادي، انتم زاد كيف اللي مازال ما يعرفهاش يعلمها لولادو، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم وبارك الله فيكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفه اخرى.